حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملنا اللوبيا بطريقه حلوه قوي. اللي مش هيحبها، بص، اللي ما بياكلهاش هيحبها بعد الوصفه ديت. اشتركي معايا لو لسه مشتركتيش، وحط اللايك لو لسه ما حطيتيش برضو اللايك. وتعالى اقول لك عملنا ايه، وجنبها شويه رز بقى مفلفلين من الاخر. زي ما انت شايفه معايا كده. هنا اللوبيا عملناها بطريقه سهله وبسيطه، بتاعه امهاتنا واجدادنا، يعني ما فيهاش اي زياده ولا افتكاسات ولا اي حاجه ملهاش لازمه. الطريقه البسيطه العاديه اللي ما فيهاش اي حاجه. يلا بقى تعالي شوفي الفيديو من اول للاخر، وما تجريش الفيديو، وشوفي احنا عملناها ازاي وطلعت معانا بالقوام دوت ازاي. طبعا زي ما احنا عارفين اللوبيا اول ما بنجيبها بنغسلها ننضفها وننقعها، اهم حاجة تنقعيها علشان دي بقوليات يا جماعة، لازم تتنقع الاول وبعد كده تسلقيها سلقة حلوة. بس كده. وكمان انا جبت حلتي اهي، حطيتها على النار فيها شوية زيت. ما تقوليش ان هم كتار، هم مش كتار ولا حاجة. وهنحط البصل بتاعنا، الكمية اللي انت عايزاها على حسب ما انت هتعملي اكلك قد ايه. فحطينا البصل، وعلى حسب ما انا اتعودت طبعا ان انا احط ملح على طول على البصله اول ما بحطها. هتقولي لي بتعمل ايه؟ اقول لك اهو، بتساعد ان هي تدبل معايا البصله. فيعني زي ما احنا شفنا اهالينا بيعملوا ايه، فاحنا طلعنا على كده. فزي ما انت شايفه معانا كده، حطينا شويه الملح، طالما في بصله يبقى على طول شويه الملح. هنسيبها كده، وهوريكي دلوقتي اللوبيا شكلها عامل ازاي بعد ما انا وضبطها معايا وسلقتها وخليتها معايا زي الفل. اهيت كده خلاص اتسلقت. اول ما بدوس على واحده بحس ان هي اتقسمت معايا، خلاص اطفي النار عليها اهي. بسهوله جدا، ما خدتش معايا وقت ولا دوست عليها جامد ولا اي حاجه. كده خلاص سواها مظبوط معايا في السلق بتاعها يعني. وهنكمل بقى السوا بتاعها في الصلصه بتاعتها عشان تكون معايا مظبوطه، مش مهريه ولا ان هي مش مستويه، فحاجه مظبوطه. وزي ما انا قلت لك اهم حاجه تنقعيها شويه 3 4 ساعات، وبعد كده تسلقيها وتشطفيها وخلاص على كده. عارفين ان اللوبيا والفاصوليا البيضة ديت مفيدة جدا، فيها بروتين وفيها كل حاجة مفيدة للجسم. البصلة بتاعتي اهيت غطت اللون الحلو كده، حلو قوي، ما تغمقيش لونها عن كده ولا تفتحيه، كده وسط حلو، عشان القوطة بتاعتك ما تغمقش. لو القوطة بتاعتك مش حمرا قوي ممكن تغمقيها سنة، وكمان تخلي القوطة معاكي حمرا. انا هنا طالما هعمل جنبيها رز يا جماعة، لازم القوطة اللي انا هعصرها اصفيها. دي خطوة مهمة جدا. ليه؟ علشان اللي يجي ياكل الرز مع اللوبيا بتاعتنا ديت لازم تكون الرز يعني شكله حلو صافي كده وحلو، مع الوحوش وقطع القوطة اللي احنا بنشوفها في بعد ما بنصفي. فلازم جنبيها رز، يبقى لازم نصفيها. وعامة حتى لو مفيش رز لازم نصفي القوطة بتاعتنا من البذور اللي فيها، تبقى احلى. هنا دلوقتي حطيت القوطة بتاعتي، وحطيت مكعبات خضروات للأكلة دي الصيامي، رز ولوبيا. وكمان هنحط شوية شطة صغيرين، مش عايزة براحتك، بس أنا بحبها. زي ما انت شايفة معايا كده، شوية فلفل أسمر، وكمان هنحط الملح والسكر. وشوية السكر مهمين طبعا، طالما في طماطم في سكر. زي ما احنا عارفين في بصل في شوية ملح، في طماطم في شوية سكر. بتبقى معادلة كده يا جماعة بنمشي عليها علشان الأكل بتاعنا يكون مظبوط. وكمان رشة الملح كده مظبوطة معايا، أسيبها تتسبك معايا وتبقى كويسة معايا. هتعرفي منين ان هي اتسبكت؟ اول ما بتلاقي الزيت بتاعك ولا السمنة بتاعتك نطرت منك على الوش خلاص، وبقت على الوش كلها، انا كده خلاص زي الفل اتسبكت معايا وبقت مظبوطة، مش محتاجة اي حاجة تانية. دي كده علامة ان تدل ان انتي كمان اتسبكت الحاجة كويس. هعمل ايه؟ هغطيها واسيبها على نار عالية لغاية ما تغلي معايا، وبعد كده اهدي النار. انا هوريكي دلوقتي اهيت، بصوا السمنه بتاعتي اهيت على الوش كده اتسبكت معايا وزي الفل وجاهزه. هعمل ايه بقى؟ فكده معايا جاهزه ان انا انزل اللوبيا عليها اهي. كده خلاص الطبخه بتاعتي جاهزه، وهسيبها على النار وتستوي مع نفسها. كده كده كل حاجه مستويه، اللوبيا مستويه والتسبيكه بتاعتي مظبوطه. فيعني هسيبهم على النار يغلوا مع بعض غلوتين 3،
فزي ما انتم شايفين كده معايا هنحط كوباية مية او شوربة. فاحنا هنا عشان عاملينها صيامي هحط كوباية مية عادية، كوباية صغيرة، واسيبها مع نفسها تغلي الغلوتين بتوعها لغاية ما احس ان هي خلاص شكلها مظبوط في السوا وخلاص خلاص يعني استوت خلاص. اطفي عليها واغطيها واسيبها. هوريكي دلوقتي شكلها هيكون عامل ازاي. هنا انا جبت حله بتاعتي فاضيه اهيت. طبعا انتوا عارفين طالما هعمل رز يبقى كمان لازم حله ألمونيا، لازم ألمونيا. انا نفسي يعني اتعودت على كده. نزلت بالزيت بتاعي اهوت، وكمان هنزل بالشعريه. هنعمل بقى شويه رز نكمل بقى الاكله بتاعتنا، تبقى اكله كده متكامله. عايزه بقى تعملي جنبها بتنجان مخلل، بس انا ملحقتش، عملت غدا سريع. مثلا تشتري من بره مخلل او انتي عامله مخلل، فكده يعني ايه اكله متكامله. فزي ما انتم شايفين كده هنحمر الشعرية حلو، نديها لون حلو علشان الرز بتاعنا يبقى حلو. ما نغمقش الشعرية قوي يا جماعة، علشان ما نغمقش الرز معانا، ولا نفتحه قوي لان هو بيفتح معانا لما بنحط الرز. فزي ما انتم شايفين معايا كده الدرجة دي حلوة قوي. هنغسل الرز بتاعنا حلو قوي ونصفيه علشان نحطه طبعا على الشعرية. طب قدامنا خطوة دلوقتي هنعمل ايه؟ لازم الاتنين نقلبهم حلو قوي قوي على النار عشان تاخدي رز مفلفل. يبقى عشان تاخدي رز مفلفل بصوا، هي نعتبر الاكل دوت او الطبخ ده معادلات. زي ما بنحط البصلة شوية ملح، طماطم شوية السكر، رز بالشعرية لازم نقلب الاتنين حلو قوي 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 علشان احس ان كله بيخشن معايا كده في الحلة. يعني انا وبقلب كده بيعمل معايا صوت، ده دليل ان الرز هيطلع معايا مفلفل، كمان هيبقى حلو معايا وهيشرب ميته حلو مش هيعجن. حطينا الملح وحطينا الفلفل الاسمر شعرة صغيرة، يعني مش كتير خالص، يعني اقل من الربع كمان المعلقة الصغيرة، بتديها ريحة حلوة وطعم حلو. بما ان احنا مش حاطين سمنة ولا شوربة ولا مكعبات، فاحنا عاملينه كده، فرشة الفلفل الاسمر بتديها طعم حلو قوي. فزي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده معايا انا كده جاهز معايا. الخطوه التانية اللي يخلي يعني نجاح الرز معاك يبقى حلو قوي، يبقى ناجح ويقول الرز بتاعك حلو، الميه السخنه. لازم الميه السخنه، ما تحطيش ميه بارده، يبقى الميه او الشوربه بتاعتك. وكمان في تركايه كمان علشان الرز يبقى معاك مفلفل، شعرايه صغيره كده من السكر. هتقولي لي هتعمل ايه؟ هقولك بتخلي الرز معاك مفلفل وتخلي الرز معاكي حلو قوي، وعمره ما يعجن معاكي لو انتي مش ضامنه الرز بتاعك. يبقى السكر، الميه السخنه، وكمان التقليبه اللي انا بعملها ديت يخشول معاكي في الحله. 3 خطوات هيخلوا معاكي الرز مفلفل، وبص عمره ما يعجن ولا عمره ما يجرى له حاجه. هنزل بقى بالميه السخنه بتاعتي، ما بخلتش عليكي اهوت باي معلومه تخص الرز. ما تبخليش بقى عليا باللايك. لو وصلت معايا لغايه هنا حط اللايك واشتركي معايا في القناه. زي ما شايفين كده هقلب الرز اظبط ميته. انا طبعا مثلا لو مش عارفه الميه بتاعه الرز اول مره اعمل عقله واحده بس تبقى في الميه، يبقى كده مظبوط بتاعك خالص، يعني مظبوط ومش محتاج اي حاجه. هنسيبه بقى على نار عاليه ونغطيه، واول ما بيتشرب اديله تقليبه سريعه كده عشان متعجنش، يعني ما نقلبش فيه كتير، ونهدي على النار شمعة وسيبيه يتقلي على الرز يستوي. واللوبيا بتاعتي اهيت زي ما انا وريتهالك، بعد ما غليت معايا الغلوتين 3 اهيت هسيبها برضو على النار تكمل الغليان بتاعها عشان تستوي معايا وتبقى شكلها حلو. هنسيبها بقى واوريك الرز لما تشرب. بصوا الرز بتاعي مرصوص رص كده من على الوش بفضل الحاجات اللي احنا عملناها، ال3 خطوات اللي انا قلتلك عليهم. هسيبهم بقى ما تقلبيش كتير، خلاص سيبيه. بصوا لسه يعني مستواش ومفلفل معايا اهوت. هنسيبه بقى نهدي النار شمعة ونغطيه وسيبيه، انسيه، بس اوعي تنسيه عشان يتحرق منك. كده خلاص انا خلصت الاكل بتاعي، يا رب الوصفه تعجبك. وكده اللوبيا بتاعتي جاهزه معايا زي ما انت شايفه، تقلت معايا واتسبكت حلوه اهيت منها، ما تحرقش يعني المعده والكلام دوت ولا توجع المعده. مظبوطه السوا بتاعها مظبوط. يا رب الوصفه تعجبك، وكمان اشتركي لو لسه ما اشتركتيش، وحطي اللايك. وانا ما بخلتش عنك باي معلومه تخص اللوبيا ولا الرز، ما تبخليش عليا بقى ايه باللايك وتعليق حلو منك بتعمليها ازاي.
لما لما يكون بقى ايه عاملينها فطاري نعملها بقى باللحمة بتبقى حلوة قوي. زي ما انتم شايفين كده هوريكي بقى شكله عامل ازاي. بصوا، اكلة بقى جامدة. يلا بقى قوليلي عجبتك ولا لا. اشوفك بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.